من ناحية نفس الله يقول نفخت فيه. عيسى ابن مريم أيضا بصريح القرآن يقول ونفخت فيه. الفرق هو أن الله خلق ونفخ على نحو الاستقلالية، على نحو الذاتية، على نحو الألوهية. أمير المؤمنين عيسى ابن مريم، الأنبياء، الأوصياء، وحتى الأولياء يخلقون وينفخون، لكن لا على نحو الاستقلالية، على نحو التبعية، على نحو التبعية، على نحو الإذن، أن الله أذن لهم، الله أعطاهم هذا المقام. هذا بيقولون أنا أقول الله سبحانه وتعالى أعطى هذا المقام لعيسى ابن مريم، أنه يخلق من الطين طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا بيقولون، هذا ما بيقولون. أمير المؤمنين في الحديث الشريف يقول أنا أحيي وأنا أميت وأنا حي لا أموت. ترى أنا أحيي وأميت على نحو الاستقلالية، نعم هذا غلو، لكن أنا أحيي وأميت بإذن الله، الله أعطاني هذه القدرة. أنا كنت مظهرا لأسماء الله، الله هو المحيي هو المميت وأنا مظهر لهذا الاسم، الله أعطاني هذه القدرة. أأنتم ترزقونه أم نحن الرازقون؟ إذن أنتم ترزقون ونحن نرزق، لكن الله يرزق على نحو الاستقلالية، غيره يرزق على نحو التبعية. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ معناته شنو؟ معناته أن تزرعون احنا بنزرع. الله يقول تزرعون احنا بنزرع، لكن الزرع الإلهي يكون على نحو الاستقلال، زرع الغير الإلهي على نحو التبعي، مو استقلال، مو مستقل، إنما بإذن الله ممكن. فإذا ذكرنا مثل هذه المقامات والفضائل لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا على نحو الاستقلال، على نحو التبعية، ليس هذا من الغلو وليس هذا من الشيخية. هذه عقيدتنا، هذه معتقداتنا، هذه لولا ذلك لقصرنا في معرفة أهل البيت.